الجزء الأول من برنامج صوت المغترب اللي بيقدم على صفحة إعفاء جمركي، وهتكلم النهاردة هنفيدك في طريقة المعيشة في أمريكا، ولو أنت مغترب وهتستفاد، ولو أنت لسه هتتغرب هتستفاد إن شاء الله. بس يا ريت اللي بيشوفنا من خلال اللايف دلوقتي يحاول يقول لنا هو بيتفرج علينا من أي دولة، فاحنا ممكن نساعده. هنبدأ معاكم النهاردة من ان انت خلاص انت نزلت المطار، خلاص انت جوه امريكا. ازاي هتقدر تتعامل؟ السكن هو الاول. انت طبعا لو جاي على حد انت تعرفه هنا في اي ولاية، فانت بتحاول على قد ما تقدر ان انت تنزل هتقعد عنده اسبوع مثلا اسبوعين لحد ما بتلاقي المكان اللي انت هتقدر تعيش فيه. السكن هنا لو نازل على حد ما تعرفوش بتكون صعبة شوية بالنسبة لك، بس يعني عندنا في كل ولاية بنحاول ان احنا او في الاماكن كنيسة في مسجد انت بتنزل عليه الاول، فانت بتحاول تعرفهم ان انت جاي هنا على حد انت ما تعرفوش، فهم بيحاولوا ان هم يساعدوك على قد ما يقدروا في الموضوع ده، ان هم بيكون في سكن للكنيسة او للمسجد ده في كل ولاية، ان هم بيقدروا يقعدوك عندهم اسبوع او اسبوعين لحد ما انت بتلاقي المكان اللي انت هتقدر تعيش فيه. السكن انا بس عايزه لو حد بيتابعنا يقول لنا الصوت عنده واضح ولا مش واضح، عشان لو مش واضح نقدر نوضحه اكتر. السكن عموما للسنجل، هو سنجل هو بيكون هنا حياته سهله وصعبه في نفس الوقت. السنجل في امريكا بيكون الوسط للشهر بتاعه لحد ما هو مثلا قاعد، هو طبعا هو بينقي مكان يكون كويس عشان يسكن فيه، لان ده بيكون احسن ليه هو. لو بينقي مكان كويس، لو اوضتين مثلا وصالة او حاجة كده صغيرة على قده، فهو بيحاول ان هو يقعد في مكان يكون احسن، لان هو لو قعد في مكان مش كويس او المنطقة ما كانتش كويسة فهو هيتقفل من امريكا من اول ما يدخل، فهو الاحسن ان هو ينقي مكان كويس يقعد فيه في الاول. فده بيتكلف من 500 ل 800 دولار شهريا. طبعا بلس ان هو عنده فواتير بتدفع، عنده ميه، عنده نور، عنده كهرباء، عنده الحاجات دي كلها، فهو بيحتاج almost 1000 دولار كل شهر بس للسكن فواتير الحاجات تبع المعيشه بتاعته يعني. دي اول حاجه هو طبعا لازم يلاقيها. عندي كمان كومنت صغير، لو حد جاي مع عيلته بيفضل ان هو يجي الاول من غير مراته وولاده، لان هو هيتبهدلوا في الاول اكيد، فهو بيفضل ان هو يجي الاول لوحده، يلاقي سكن، يلاقي شغل، يلاقي كل الحاجات دي، وبعدين مراته وولاده يقدروا يجوا. دي بتكون افضل طريقة للسفر عامة او للعيشة هنا. انت بعد ما بتلاقي السكن بتحاول ان انت تدور على شغل. الشغل هنا لو انت طبعا جاي دراسة، او لو انت جاي حاجة هتكسر ليها فيزا، طبعا دي حاجة انليجل، بس انا بتكلم على كل الستبس اللي انت هتمر فيها، لان انا معرفش الكيس بالظبط اللي هتيجي ايه. لو انت جاي دراسة او جاي سياحة وناوي ان انت تشتغل هنا، فانت هتحاول ان انت تشتغل في اماكن تكون عربي، ريستوران عربي، كافيه عربي، اي المكان دي. الاماكن دي بتشغلك من غير ورق خالص، دي حاجة بتكون unlegal، بتكون حاجة مش قانوني، انا بقول بس انا بتكلم في كل الكيسز اللي بتكون هنا. فانت لو هتيجي من غير ورق او معكش ورق اللي هو يخليك تشتغل، فانت هتضطر ان انت تشتغل عند حد في مكان عربي. اشتغل في مكان عربي، طبعا بتقبض كاش من غير ما مش بيكون عندك ضرايب، مش بيكون عندك كل الحاجات دي، اللي انت بتشتغل من ورا الدولة actually. لو طبعا انت جاي معاك ورقك، انت بتحتاج علشان تشتغل السوشيال نمبر، دي اهم حاجة لازم تكون معاك عشان تقدر تلاقي شغل. طبعا حاجة كمان علشان تعرف تشتغل، انت اكيد هتعرف تشتغل من غير عربية، بس الاحسن كتير ان انت يكون معاك عربية علشان تقدر تشتغل كويس، لان انت لو مش معاك عربية بتضطر ان انت بتيجي مواصلات، وامريكا ما فيهاش مواصلات كتير، او الولاية عامة اللي انا فيها، انا في اوهايو، مش بيكون هنا في مواصلات كتير، مفيش مترو، مفيش ترينز، مفيش الحاجات دي خالص، مفيش السابواي. فانت علشان تقدر تعيش تشتغل كويس لازم يكون عندك عربية. العربية في هنا عربيات رخيصة، بتجيب مثلا عربية ب1000 2000 دولار كاش، دي طبعا مش بتكون احسن حاجة، بس
بس لازم يكون معاك على الاقل وسيله مواصلات، لان لو مش موجوده هتضطر ان انت تاخد اوبر او ليفت او تاكسي، والحاجات دي هنا غاليه. بس ان انت تشتغل طبعا قلت انت عندك لازم كونسيشن نمبر عشان تقدر تشتغل. اكتر اماكن هنا هتلاقيها سهل الشغل فيها ان انت ممكن تروح دراج ستور زي مثلا هايبر ماركت او سوبر ماركت كبير. بتروح هناك انت اصلا بتلاقي الشغل وانت ماشي في الشارع، رحت اي هايبر ماركت او حاجه وانت بتاخد الرصيد بتاعك او انت داخل هتلاقيهم معلقين ان هم دلوقتي عاملين هايرنج ناو ان هم عايزين حد يشتغل. فبتروح بتقول لهم ان انت عاوز تعمل ابلكيشن، بتدخل تعمل ابلكيشن في نفس الوقت او بتدخل اونلاين تكمله. بتشتغل على طول، بعدها بكام يوم بيبعتولك بتروح تعمل انترفيو وبعدين بيشغلوك على طول. يعني هنا الشغل مش صعب خالص ان انت تلاقي شغل، سهل جدا. حاجة كمان نظام الشغل هنا بيكون ان انت بتشتغل 40 ساعة في الاسبوع لو انت فول تايم. طبعا انا بتكلم عن الليجل، الحاجات القانونية. يعني انت بتشتغل 40 ساعة في الاسبوع لو انت عايز تشتغل فول تايم. في طبعا بارت تايم، انت ممكن تشتغل بارت تايم بيكون من 25 ل 30 ساعة في الاسبوع في الاسبوع. دي طبعا للناس اللي بتدرس، لان لو انت بتدرس مش تقدر تشتغل فول تايم. في ناس بتعملها بس بيكون احسن تشتغل بارت تايم. الساعات بتاعت العمل 40 ساعة في الاسبوع بيكون احسن طبعا للمعيشة ولكل حاجة. في ناس بتشتغل شغلانتين، في ناس بتكون شغالة في دراج ستور زي كده بيكون شغالين 40 ساعة، وبيكونوا شغالين كمان في حاجة عربي ان هم عشان ساعاتهم ما تتحسبش فبيشتغلوا almost like 60 ساعة او اكتر في الاسبوع. كمان الاجور هنا كل اماكن هنا بتبدأ الساعة بتاعتها من 8 ل 9 دولار في الساعة. في اماكن طبعا بتبدا اكتر من كده على حسب البوزيشن اللي انت هتشتغله، على حسب المكان اللي انت هتشتغل فيه، بس في الغالب اغلب الاماكن بتبدا السالري بتاعها من 8 ل 9 دولار في الساعه. ان انت تاخد جود بوزيشن بسرعه، انت ممكن تبدا مثلا في مكان كاشير، بعدها ب6 شهور لو انت شغلك كويس وكل حاجه، بعدين بتاخد بوزيشن اعلى، بعدين بتاخد بوزيشن اعلى، فالسالري بتاعك بيعلى. هم هنا عشان بيدوا بوزيشن ده فبيدوروا على الشغل الجد، الشغل في مواعيده. هنا بيحترموا المواعيد جدا، فلو هتحترم مواعيدك هتروح في ميعادك وتخلص في ميعادك، والطريقه طبعا تكون كويسه. كل الحاجات دي فانت بتقدر تاخد بوزيشن اعلى وبتقدر تاخد سالري اكتر. حاجه كمان انت ممكن تتعرض لها، او كمان عايزه اتكلم عن اللغه هنا. اللغه هنا مش صعبه جدا ان انت تتعامل من غير لغه. اغلب الاماكن هنا اللي انت تشتغل فيها بيكونوا فاهمين جدا ان انت واحد مش معاك لغه، او ان انت واحد جاي من بلد تانية. طبيعي جدا ان انت ما يكونش الفيرست لانجوج بتاعتك انجلش، فهم بيتفاهموا جدا مع الموضوع ده، ان هم بيتمسوا لك العذر زي ما بيقولوا، ان انت مش اللغه بتاعتك الاولى هي الانجلش، فهم بيحاولوا ان هم يساعدوك. بينزلوك تريننج اكتر، بيخلوا دايما حد معاك، الكوتش بتاعك بيترينيو اكتر في الشغل عشان يبقى عندك لغه اكتر. المكان اللي انت هتروح عليه كمان علشان تجيب البيت او كده بيكون في كل مكان، في كل كاونتي بيكون فيها اوفيس. الاوفيس ده انت بتروح طبعا لازم يكون معاك ورق علشان تاخد بيت. يعني لازم يكون معاك اهم حاجه هنا السوشيال نمبر دي زي بطاقتك، انت لازم البطاقه دي تكون معاك على طول. فانت اول حاجه بتطلعها هنا لما بتيجي الاي دي بتاعك والسوشيال نمبر. الاي دي هنا هو الرخصه، والرخصه هنا بتطلع ان انت بتيجي لو انت بتعرف تسوق في مصر اوريدي معاك رخصه، ممكن تيجي هنا بتقدم ان انت معاك رخصه اوريدي في مصر وبتمتحن تاني الرخصه هنا وبتكمل بالرخصه عادي. لكن لو انت ما كنتش بتعرف تسوق في مصر او انت مش معاك الرخصه بتاعتك لما جيت هنا، فانت بتروح مكان اسمه BMV، بتقول لهم ان انت عايز تطلع رخصه. بيكون في كتاب، الكتاب ده فيه عدد اسئله معين. بتروح انت بتحفظ الاسئله دي وبعدين بتروح تمتحن نظري. النظري ده بيكون الاسئله اللي انت ذاكرتها، بيكون الكتاب بيكون فيه انجلش فيه سبانيش، ما بيكونش فيه هناك في BMV ما بيكونش فيه عربي. بس طبعا لو انت هتسال بقى في مسجد في الكنيسه، هتسال في اي مكان فيه عرب، هتلاقي ان هم
هناك في ممكن تاخد الامتحان بالعربي لو عايز، فبيسهلوا عليك جدا. دي اول امتحان اللي هو النظري. بعدين العملي بتطلع مع ضابط من المرور، بتعمل الكونز اللي هي الإقماع، وبعدين بتطلع بره في الطريق، ولو طبعا أخدت الرخصة بتاخد الرخصة في نفس اليوم. وده أحسن حاجة أنت ممكن تعملها أول ما تنزل، عشان تقدر بعدين تشوف شغلك وتقدر تشوف حياتك بالاي دي اللي معاك. كمان كنت عايزة أتكلم عن إن في أماكن كتير هنا بتساعد كتير جدا لو أنت عامل لجوء، لو أنت جاي لوحدك، كل الحاجات دي. في أماكن هنا بتساعد زي الفود ستامب، بيدوك فود ستامب، ممكن كارت كده اسمه فود ستامب، بينزل لك فيه كل شهر مبلغ معين. المبلغ ده بتجيب بيه أكل وبتجيب بيه كل حاجة. ده بيساعد جدا جدا جنب الانكم بتاعك. طبعا ده لو الانكم بتاعك انت قليل، فبيحاولوا يدوك الفود ستامب بتاعك عشان يزودوا لك بيدوك بنفيتس اكتر، يعني انت تقدر تعيش. في حاجه تانية اسمها ميديكيت. الميديكيت ده عشان تروح تكشف ببلاش، لان هنا مستشفيات غاليه جدا. انت ممكن تروح مثلا emergency room 3 ساعات ولا حاجه، يجيلك الفاتورة آلاف الدولارات، يعني 4-5 آلاف دولار لو عملت عملية. دي مشكلة جامدة جدا هنا. فالبلد بتديك benefits كتيرة، ان هي بتديك الفود ستامب او بتديك الميديكيت. اللغة هنا في مشاكل الشغل مش هيقابلك الشغل نفسه في مشاكله، هيقابلك ان في ناس الصوت مش واضح، بس انا بحاول على قد ما اقدر ان اخلي الصوت واضح، فلو في مشكلة في الصوت ممكن حد يقول لي. اللغة بتقابلك هنا مشكلتها في الناس، الكاستمرز اللي عندك. في ناس عنصرية زي ما في ناس كويسة، وفي كل يعني هنا فعلا انت هتشوف كل حاجة في الدنيا. تشوف ناس عنصرية، تشوف ناس كويسة، تشوف ناس من كل الجنسيات التانية. فمثلا الناس العنصرية اول ما هتلاقي مثلا كاستمر جاي بيتكلم معاك، لاحظ ان انت الاكسنت بتاعتك مش امريكان، بيبدأ ان هو طريقته معاك تبقى طريقة تانية خالص. بتبدأ ان هو تلاقيه بيتكلم معاك باسلوب مش لطيف، هتلاقي ان هو بيتكلم معاك مش حلو. فدي يمكن اكتر حاجة هتقابلك المشكلة بتاعتك في الشغل. انا كمان عاوزاكوا لو حد عنده اي سؤال يحاول يسيبه في البوست هنا، احنا نحاول نرد عليكم على قد ما نقدر. حاجة تانية كنت عايزة اتكلم عليها، ان الشغل عند العرب او في الشغل الاماكن العربي دي، طبعا هو مش هيكون طبعا في نفس الشغل الاماكن التانية وكده، لان انت بتشتغل من غير ورق. فدي حاجة انليجل خالص، لان انت لو الحكومة عرفت حاجة زي دي تبقى مشكلة. فتحاول على قد ما تقدر ان انت تكون تشتغل ليجل هنا علشان تقدر تعيش كويس. بس انا حاولت اجمع لكم كل معلومات ممكن تفيدكم عن السفر، عن اي حد عايز يسافر او اي حد مغترب هنا عايز يعرف يعيش احسن. دي اكتر حاجات ممكن تساعدكم هنا ان انتوا تعيشوا احسن. ما تقلقوش من موضوع اللغة خالص، ما حدش كان بيجي هنا بيعرف يتكلم خالص لغة. في ناس بتيجي 0% هنا مش بتعرف تتكلم خالص. الدولة بتساعد وبيدوك كورسات لو عايز، كمان في نفس المكان اللي بيديك فيه الفود ستامب بيدوك فيه كورسات للإنجليش لو انت محتاج. في المدارس هنا الحكومية ببلاش، يعني انت لو جيت ومعاك ولادك في مدارس حكومية، مدارس دي ببلاش، مش بتدفع ولا مليم للمدرسة، فعلا دي حقيقة. بيدوك كمان في المدرسة، بيدوا ولادك اللانش بتاعهم في فري، مش بياخدوا منهم كمان فلوس. ففي هنا حاجات كتيرة جدا كويسة ممكن تساعدك. بس لو انت جاي لوحدك او جاي سنجل، دي انا قلت بتبقى حاجة كويسة وحاجة وحشة. حاجة كويسة ان انت في السكن بتاعك هيبقى سهل عليك اكتر. الحاجة الوحشة ان انت في هنا الضرايب، التاكس بتاعتك بتتاخد منك almost 20% من الدخل بتاعك، بتاخد منك almost 20% من الضرايب بس. فانت في الضرايب دي لو انت سنجل، فانت الضرايب دي مش هترجع لك تاني. يعني احنا هنا بنعمل حاجة اسمها فايل تاكس في اخر السنة، بيرجع لنا الفلوس اللي احنا دفعناها في الضرايب بترجع لنا تاني. بس لو انت حد سنجل فانت الفلوس دي مش هترجع لك تاني.
يعني هقول لكم لو حد عنده اي سؤال يقدر يسيبه في البوست هنا، فاحنا هنحاول نرد على اي سؤال انتوا تسالوه. وبشكركم جدا على متابعتكم. وبشكر حملة إعفاء جمركي ومؤسسها الأستاذ محمد شكل، ويا ريت الكل يعمل شير للفيديو عشان نوصل لأكبر عدد من المغتربين عشان يقدر الفيديو يساعدهم. وإن شاء الله هنعمل فيديوهات تانية تقدر تساعدكم في العيش هنا في أمريكا وفي أي بلد تانية. كنت معاكم منسقة حملة إعفاء جمركي مدعوة من أمريكا، كولومبوس، أوهايو. شكرا.